تشوف بأنه صار يمن على أمه، صار يمن على أبيه، يحمل أمه على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة. لما انتهى من الشوط السابع جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: هل وفيت حقها يا رسول الله؟ قال: إنك لم تفي بحق طلقة واحدة من طلقاتها. هاي الصرخة التي تطلقها الأم عند الولادة بسبب ألم الولادة، يقول كل هذا التعب اللي تعبته أنت لا تفي بحق طلقة واحدة من طلقاتها. أحيانا واحد يقول أنا أصرف عليها، أوفر لها بعض الاحتياجات، إذا مريضة أخذها للدكتور، الحمد لله أنا مخليها في غرفة، وغرفة الحمد لله مريحة، وأنا أتعامل وياها كذا بالحسنى. ومع ذلك إخواني، من خلال هذه أو من خلال هذا الحديث أنه الإنسان لم يفي بحق طلقة واحدة من طلقاتها. إذن شلون الإنسان بعد يوفي حق الأم؟ بعض الشباب بمجرد أنه يستقل بمصروفه تشوف بأنه صار يمن على أمه، صار يمن على أبيه. هذا مو صحيح. فمن خلال هذه الرواية أنه أي تعب، هذا الحديث، أي تعب أنت تتعبه لا توفي حقها ولا توفي جزء من حق هذه الأم العظيمة.